يا مساء الفل على حضراتكم جميعا، ان شاء الله تكونوا في احسن صحة واحسن حال. هنتكلم النهاردة في حلقتنا عن مباراة وادي دجلة ونادي الزمالك في طبعا الجولة اللي فاتت اللي شهدت خسارة الاهلي من بيراميدز وخسارة الزمالك من وادي دجلة. نادي الزمالك بدأ بتشكيل مكون من محمد صبحي، على اليمين عمر جابر والشمال محمود بن تايك، واتنين مدافعين عبد المجيد مع الونش، وقدامهم اتنين في وسط الملعب سيف فاروق جعفر اللي كان بيعوض غياب دونجا ومحمد شحاتة اللي للإصابة واحد والتاني للإيقاف، وعبد الله السعيد قدامهم ناصر ماهر كمركز 10، في اليمين خوان ألفينا وفي الشمال كان شيكو بنزا، تحت مهاجم وحيد هو عدي الدباغ الدولي الفلسطيني. طيب دي تشكيلة لنادي الزمالك، دي تشكيلة الزمالك. يقول لك عد غنماتك يا جحا، يعني أنا ما عنديش لعيبة كتير فهم دول اللي أنا بلعب بيهم. لكن يانيك فيريرا فضل انه يلعب بثلاثة في وسط الملعب كلهم، محدش فيهم عنده ادوار دفاعية، يقدر ان هو يدافع، يقدر ان هو يضغط على الخصم لما الكرة تكون مع الخصم، لكن فضل يلعب بسيف جعفر على حساب ان هو يلعب بصلاح الدين مصدق اللي جربه اكتر من مرة في مركز الديفندر او مركز 6، لكن هو فضل يلعب بسيف فاروق جعفر وعبد الله السعيد وناصر ماهر. بداية اللقاء هادية، بداية ما فيهاش اي ضغط، لكن كان اللي واضح شوية منه ان لعيبة نادي وادي دجلة هي اللي ماسكة الكورة، هي اللي افيق شوية من لعيبة نادي الزمالك. لعيبة نادي الزمالك كانت مستسهلة المباراة، مستسهلة وادي دجلة، مستسهلة ان اللقاء هيعدي كده كده لمصلحة نادي الزمالك، هياخد الثلاث نقاط كده كده هيكسب، يعني باسمه شعبيته جمهوره وبعض لعيبته الخبرات. مع اني انا شايف ان سكواد الزمالك سكواد الى حد ما جيد، لكن مش سكواد قوي ينافس بيه على بطولة دوري او كونفدرالية او كاس مصر او سوبر او اي بطولة يعني. لكن الكرة ما بتعترفش بالاسماء زي ما كنا لسه بنتكلم في الفيديو اللي فات بتاع ماتش الاهلي. لكن خلينا نتكلم عن مباراتنا دي النهاردة بتاعت وادي دجلة. طيب ضغط شويه من لعيبه نادي الزمالك، ضغط على استحياء شويه، غلطت لعيبه نادي وادي دجله، خطفت الكوره، ناصر ماهر خطف الكوره، حط الكوره هدف في الدقيقه 11 من الشوط الاول. ضغط كان جيد والزمالك يتقدم بهدف لناصر ماهر من ضغط وخطأ من لعيبة نادي وادي دجلة. ظن الجميع ان المباراة قد انتهت، وادي دجلة مش هيرجع، وادي دجلة خلاص اتخض، طاسة الخضة جات له، والزمالك هيضغط ضغط من نار علشان يعني يكثف محاولاته ويجيب تاني اهدافه، و3 نقاط تكون في الخزنة، ويوصل لصدارة الترتيب جدول دوري نايل قبل التوقف الدولي لمنتخبنا الوطني اللي بنتمنى له كل التوفيق مع الكابتن حسام حسن. لكن الوضع ما حصلش زي ما الجميع توقع. الزمالك تراجع، وادي دجلة مسك وسط الملعب بالكامل بفضل لاعب وسط أشول جميل اسمه محمد عبد العاطي، طبعا الاسم ده أكيد معروف من سنوات وسنوات، معلم بمعنى الكلمة، بيمسك الكورة، بيهدي الريتم، بيسرع الريتم، امتى يباصي جنبه، امتى يعمل الباص الطويل، امتى يعمل الباص البيني والثرو باس، كل ده اتحكم فيه محمد عبد العاطي، واحد من اللعيبة المميزة، واحد من اللعيبة اصحاب الخبرات، وهو كابتن الفريق يعني زي ما قلت لحضراتكم. شوط اول عدى تعادل سلبي، تقدم عفوا نادي الزمالك بهدف لناصر ماهر. شوط تاني من بدايته ضغط من وادي دجلة، خطأ في تمركز لعيبة نادي الزمالك. حسام عبد المجيد ساب المكان بتاعه بيضغط على الطرف، جه واحد من وراه من لعيبة نادي وادي دجلة رقم 7 اللي هو احمد فاروق، انطلق للعمق، اتلعبت كورة اتسددت بهدف اول لمصلحة نادي وادي دجلة. اتعادل وادي دجلة. يانيك فيريرا يعمل تغييراته ويعمل بعض التعديلات في التشكيل. نزل فتوح ومحمد السيد وآدم الكايد وناصر منسي مكان عدي الدباغ. عندي سؤال في موضوع عدي الدباغ، في ايه وايه المشكلة ان عدي الدباغ يكمل مع حضرتك 90 دقيقة؟ ايه المشكلة؟
ايه المشكله لما عدي الدباغ تسيبه 90 دقيقه؟ عدي الدباغ واحد من افضل المهاجمين العرب حاليا، ده بجد. كان وسام ابو علي لمنتخب فلسطين وعدي الدباغ ثنائي في منتخب فلسطين صعب جدا، صعب جدا. عدي الدباغ واحد من اللعيبه المميزه، واحد من اللعيبه الخبرات، كمان 27 سنه لكن عنده خبرات ممتازه وقوي جدا تهديفيا، وهي معانده معاه لغايه دلوقتي. لكن سيبه، اديله فرصه، اديله وقته، اديله ان هو يلعب كتير، يلعب دقايق اكتر، ياخد دقايق اكتر. لكن انت بتذبحه كل مباراه، تيجي الدقيقه 60 65 تروح مطلعه وبتنزل ناصر منسي اللي هو كتر خيره برضه. انا مش بقول ومش بذم فيه ولا بتكلم عليه بشكل غلط، لكن ناصر منسي امكانياته اقل بكتير من عدي الدباغ، سواء هو او الجزيري. لكن انت مصر وعندك اصرار كبير على ان انت ما تخليش عدي الدباغ حتى يلعب 70 دقيقة. انا مش عارف ليه. المهم فنزل فتوح ما شاء الله من اول لمسة بيعمل اسيست للاعيبة نادي وادي دجلة، اللي طبعا انا ما اعرفش ليه برضه حسام عبد المجيد سايب مكانه خالص وكان طالع لقدام لوسط الملعب. وكمان الباص بتاع حسام عبد المجيد اللي هو باصاه لفتوح بشكل غير جيد، بصاه بشكل غريب. فتوح استلم بشماله وبيحط بيمينه. يا راجل ده انت قدامك 100 فرصة، جنبك على الشمال كان محمد السيد، وجنبيك كان في وسط الملعب كمان حسام عبد المجيد اللي كان مكانه سايب مكانه وطالع لقدام. لكن فضل ان هو يلعب الكرة من لمسة واحدة برجله اليمين الضعيفة جدا، اتخطفت من لعيبة نادي وادي دجلة. هجمة مرتدة نموذجية تتلعب في الشمال، تترد تاني اللاعب وسط الملعب اللي هو الهولندي، ويشوط الكرة ويصدها كان محمد صبحي، اللي يسأل عن جزء منها ان هو صدها، كان ممكن يمسكها على فكرة ان هي كرة ما كانتش صعبة، وراحت في الشمال لاحمد فاروق اللي يحط الكرة برضه ويسجل هدف تاني لمصلحة نادي وادي دجلة ويركب اللقاء تماما. تغييرات غريبة بتحصل من يانيك فريرا يطلع على الخط يسحب طبعا كان محمود بن تايك، وينزل مكانه ادم الكايد في مكان غريب وفي تغيير غريب وتفكير اغرب. بعد كده بشويه ضربه ركنيه، مناوشات داخل منطقه الجزاء بتاعه نادي وادي دجله، غريب عجيب. الونش بيعمل طرد ساذج ما يجيش من لاعب عمره ما لعب درجه اولى في حياته. كارت احمر غريب، الونش بيلبس الزمالك كارت احمر وبيلبس نفسه ايقاف على الاقل مباراتين، لان ده تعمد للبطاقه الحمراء، لان هو دخل في الضربه الركنيه ملعوبه، هو الولد بيجري وراه، راح هو كان قدامه الونش رجع وبالكوع وتك في وشه نيمه وكومه، والحكم اداله كارت احمر. وهو كان لسه قبليها الحكم بيقول له انت عملت واحده في التانية، التالتة هطلعك بره. وده اللي حصل بالفعل. تصرف غير جيد من الونش، مفهوش اي ذكاء، مفهوش اي احترافيه، مفهوش اي خبره. كمان ما يديش ان انت لعيب خبره، ان انت لعيب كبير، ان انت لعيب من اللعيبه اللي هي اصحاب الخبرات. انت واحد من اللعيبه اصحاب الخبرات، واحد من كباتن الفرقه، انت اصلا واحد من كباتن الفرقه. كيف تعمل غلطه زي دي؟ لكن ماشي على اي حال. استمر الضغط من لاعيبه نادي وادي دجله، مش هيبين الموقف، متقدمين. الزمالك ما عندوش اي رد فعل، جمهور الزمالك من صدمته ما كانش قادر يتكلم، ما كانش قادر يشجع، اتصدم بصراحة. تحس ان اللعيبة رافضة ان هي تتصدر الدوري. لو كانت كسبت كانت هتتصدر الدوري وقبل التوقف الدولي، وعندك فترة يا عم فريرا تلم اوراقك وتظبط دماغك وتظبط تشكيلتك وتفكيرك. لكن اللعيبة تحس كانت رافضة ان هي تتصدر، ورافضة ان هي تاخد الهدية اللي عملتها بيراميدز كانت قبلها بيوم. لكن دي العادة بتاعت نادي الزمالك، ودي عادة ريمة لعادتها القديمة. والزمالك بيخسر من وادي دجلة بهدفين لهدف، وبيراميدز بيكسب الاهلي بهدفين لا شيء، والكبار يسقطون ويتصدر الدوري المصري البورسعيدي ب4 أهداف جمال جدا. والمصري بيلعب مباراته اللي فاتت دي مباراة بشكل استعراضي جميل، أداء مميز جدا جدا جدا. والمباراة الجاية للزمالك هي مباراة المصري بعد التوقف الدولي. الرسالة وضحت. لو التغيير لنادي الزمالك من فريرا ما حصلش المباراة دي، أعتقد هيحصل في مباراة المصري لو
ما كسبش الزمالك المصري او خسر لا قدر الله. شكرا لحضراتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات قريبة وفيديوهات جديدة. وكان معكم من صفحتكم المعلق الرياضي جوبا، الكورة مع جوبا. سلام.